اي رياضي، هل فكرت عمرك هل الديب سكوات او ان انت تعمل سكوات لحد تحت خالص ده فعلا الحل الوحيد اللي هيخليك تبقى اسرع في الملعب او اسرع رياضي ممكن يجي في التاريخ؟ لو انت رياضي وبتدور على السرعة او القوة لازم تتفرج على الفيديو ده لحد الاخر. خليني النهاردة اقول لك على سر من اسرار اسرع العدائين اللي في العالم. في فيديوهات نزلت عن تدريبات نوح لايلز لاستعداداته لأولمبيكس باريس 2024، وكان بيعمل هاف سكوات على بوكس او بيعمل بوكس سكوات. فكان بيعمل هاف سكوات يعني بيعمل سكوات هاف سكوات ان هو بيعمل سكوات نصفي. كمان كان بيعمل ديب سكوات بس بوزن اخف شويه، كان بيلعب تقريبا بحوالي 225 باوند، يعني مثلا انت بتتكلم في 100 كيلو مثلا ديب سكوات، مقارنه بقى بالهاف سكوات اللي هو كان بيعمله كان بيلعب ب 450 باوند. على فكره موضوع البارشل سكوات مش هو الوحيد اللي كان بيعمل كده، لا ده في كمان ابطال حققوا ارقام قياسيه زي سيدني ماكلاغلان وكارستن وورهول. الابطال دول كانوا بيعملوا بارشل سكوات او سكوات جزئي في تحضيراتهم للاولمبيكس. يعني مثلا سيدني بتعمل سكوات جزئي او بارشل سكوات بوزن تقيل جدا. كمان كان في فيديو انتشر لورهول ان هو بيعمل وزن تقيل جدا سكوات، كان تحس ان هو كان بيكسر الارض وهو بيعمل التمرينه دي. التمارين زي دي بتاثر بشكل كبير على الرياضيين في ادائهم ان هم يتحسنوا بشكل كبير. من زمان بنسمع دايما ان السكوات مش بيتحسب الا لو انت هتعمل ديب سكوات او هتعمل سكوات عميق لتحت. اللي احنا عارفينه كمان ان العضلات او الماسلز لازم عشان تتطور لازم تتحط تحت التنشن، تحت تايم اندر تنشن، وتبتدي ان انت تشتغل عليها لفتره طويله، شغل عميق جدا عشان تبتدي ان انت تطورها بشكل كويس. اغلب الناس عارفه ان بين جونسون اللي كان بيتمرن مع تشارلي فرانسيس، وتشارلي فرانسيس يعتبر واحد من احسن المدربين في العالم في الحته دي، في حته السبرنتنج. بين جونسون كان بيقدر ان هو يعمل سكوات ب 500 باوند، انت بتتكلم ب 250 كيلو، وبيعمل بيها 3 عدات، وده قبل ما يسجل رقمه القياسي 9.79 ثانية. السؤال هنا بقى، هل في عوامل تانية بتؤثر على الديب سكوات زي كده؟ مثلا هيكل الرياضي، متطلبات الرياضة مثلا. دايما في دراسات بتقارن بين الفول سكوات، السكوات عدة كاملة، وبين الهاف سكوات نص عدة، وكمان البارشل سكوات او ان انت بتعمل سكوات بس بشكل جزئي. بتقارن الثلاثة دول وتأثيرهم على مثلا ارتفاع الفيرتيكال جامب وزيادة السرعة، لكن مش دايما حد بيتكلم على الفروق الفرديه. المدربين دايما ليهم طرق تدريبيه مختلفه بيبتدوا ان هم يطبقوها على الرياضي بشكل مختلف. مثلا في البارشل سكوات ممكن بيتم استخدامها ان هي بتبقى تمرين بيحفز مثلا الاعصاب او بيحصل النيورال ستيميليشن، هو بيبتدي ان هو يمرن رياضي بارشل سكوات. عشان كده من الحاجات المهمه جدا ان انت لازم تعرف الرياضي ده محتاج ايه وتقدر تقرر ساعتها السكوات المناسب بالنسبه له. رياضيين كتير قوي بتشتغل ضد هيكلهم العظمي، فده ممكن يأثر عليهم في الاخر، يعني هيدفعوا الثمن ده في النهايه. فده هيظهر غالبا في ان الريت اوف فورس ديفلوبمنت او معدل تطوير القوه هيبتدي ان هو يبقى قليل، وده ممكن يزود من خطر الاصابه كمان. لكن اي رياضي لما بيجي يكتشف فعلا جسمه محتاج ايه ويقدر يمرن نفسه ازاي، فعلا هيلاقي ان الموضوع فرق معاه بشكل كويس قوي، وممكن الموضوع يفرق معاه ان هو يبقى من احسن الرياضيين.